السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة شيوات العمري وليلى. اليوم ان شاء الله مع وصفة اخرى اللي غادي تكون حوتة معمرة في الفران. اذا فما عليكم الا انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا كل المكونات. غادي نخليكم على الطريقة مباشرة على بركة الله. فاول حاجة كنجيبوا حوتة اللي غادي تكون من وزن 2 كيلو ونص اللي كنقيوها مزيان. بعدها غادي ندهنوها شوية بالملحة، وغادي ننتقلوا باش نوجدوا الشرموله، قطعه القزبر والمعدنوس. غادي نحك 3 فصوص من الثوم. غادي نضيف شويه ديال حامض مرقط، غير واحد شويه ما تكتروش. كندقوهم هنايا، ما كتكتروش الحامض مرقط لان راه كيجي مالح بزاف. هنايا غادي نضيف العطريه، الكمون والابزار والتحميره والسكينجبير والخرقوم، وغادي نضيف زيت الزيتون. غادي نخلطهم مزيان وغادي ندهن بهم الحوته. فبالنسبه للحوته انا خديت كوربينه، انتم تقدروا تستعملوا اي نوع. كندهنوها مزيان من الداخل وبرا. الان غادي نوجدوا الحشوه، فكنقطع بصله متوسطه، غادي نقطع فلفله حمراء، وكنوجد القمرون، وكنقطع الكالامار. فاول حاجه كندير المقله، ندير فيها زيت الزيتون، وكندير البصله كتحمر لي واحد شويه. كنضيف الكالامار، بعدها كنضيف الفلفله، بعدها غادي نضيف الثومه والربيع والحامض مرقط. فدائما ما كتكتروش من الحامض لان راه غادي تجي الحشوه مالحه بزاف. انا هنايا ما ضفت ليهاش نهائيا الملحه لان الحامض مرقد. مازال غادي نضيف الزيتون، فغادي تجي يعني مالحه الا ضفنا حتى الملحه. بعدها كنضيفوا العطريه، التحميره، الخرقوم، السكينجبير، الكمون، الابزار، الزيتون اخر حاجه كنضيفها. كنخليها كطيب مزيان. كنضيف هنايا 2 معالق صغار ديال مطيشه الحك، شويه ديال الهريسه. بعدها بعد ما كطيب الحشوه الاولى كندير في مقله اخرى، كندير فيها زيت الزيتون وكنضيف ليها الفطر. كنخليه كيتقلى واحد شويه. موراها غادي نضيف القمرون، ما غاديش نديرو كامل، مازال غادي نحتاجو للصوص، غادي ندير غير النص. وغادي نضيف الربيع والثومه. كنخليهم حتى كيطيبوا. بعدها كنضيفهم للاقامه اللي عملنا في الاول. ما ضفت لهمش العطريه ولا الملحه. وكنبداو كنعمروا الحوته. فالحوته يعني انا كنحلها من الداخل مزيان. كيف كتلاحظوا يعني كندخل الحشوه لداخل كاع، لان راني كثرت من الحشوه. الا ما حليتهاش من الداخل راه ما غاديش تهز ليا ديك الحشوه، ومع بالك راه بقى ليا منها شويه. بعد ما كنعمرها مزيان، كنعمرها في الراس ويعني في الوسط وفي الداخل. كنسدها بعود السنان او تقدروا تخيطوها، ولو ان يعني غير عود السنان يعني يكفي، ما كتحليكمش من كنطيبوها.
كنفرش ورق الطهي للصينيه، كنحط الحوته كندير عليها زيت الزيتون مزيان من الفوق باش من كطيب ما كتشقق ليناش الا ما دهناهاش مزيان بالزيت. فانا ضفت عليها يعني زيت الزيتون مزيان من الفوق، وغادي نغلفها مزيان بورق الطهي. غادي ندخلها الفران على درجه متوسطه، خدات ليا ساعه ونص في الفران. هنايا ديك الشرموره اللي شطت ليا كنطحنها مزيان، كنضيف ليها الماء وكنطحنها. وكناخدو 5 ديال المطيشات اللي غادي نحكهم، وكنديرو بصله صغيره كنقطعوها قطع صغيره في مقله، كندير فيها زيت الزيتون، وكنديرو البصله حتى كتحمر لينا مزيان، كنضيفو عليها المطيشه. فانا ديك الاقامه شطت ليا عليها، ما بغيتش نلوحها، طحنتها، زولت منها الفطر والكالامار والكروفيت، يعني كلهم عمرتهم في الحوته. خليت غير ديك الفلفله وديك البصله يعني المكونات الاخرى طحنتهم مزيان، وكنضيفهم هنايا مع المطيشه اللي عطاو لها واحد البنه رائعه. وكنضيف هنايا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه د الحك، وكنضيف لها طريه. ضفت لها طريه التحميره، الكمون، الابزار، السكينجبير، الخرقوم. موراها كنضيفو القمرون. وهنايا كنزيد شويه ديال زيت الزيتون. من الاحسن انا نكتروا ليها الزيت للشرموله باش تجي لينا بنينه، وكنخليوها كطيب على نار مهيله باش ما تشرب ليناش. وهنايا كنضيف واحد الملعقه ديال العسل، استعملت العسل الحر، تقدروا تعملوا اي نوع باش كتعطي يعني كتهرس ديك المروريه ديال المطيشه، كتجي حلوه. راه هاد لاصوص كتجي زويونه بزاف. موراها كندير المقله، كندير فيها زيت الزيتون، وكندير الكالامار كيتقلى لينا مزيان. عاد كنضيفو الربيع والثومه وشويه ديال الحامض. الحامض دائما كديروا غير واحد شويه، راه درت غير نص حامضه فرقتها على 3. كنطيبهم مزيان. هادو غادي نضيفهم للشعريه، هاد الشرموله غادي نديرها للشعريه. وكندير شويه ديال زيت الزيتون. الشعريه درتها في الماء، بعد ما غليت الماء كنديرها في الماء كترطب واحد شويه، وكنصفيها كندهنها بالزين بالزيت عفوا. وكنقطعها بالمقص. هنايا ضفت العطريه، دائما نفس العطريه اللي كنضيف. وكنضيف ليها آه كنضيف ليها الشعريه، كنخلطها مزيان. صافي الحوته هي واجده، خدات ليا ساعه ونص كانت واجده عندنا. انا كنبقى هكاك مغلفه، يعني مغلفاها بورق الطهي باش ما كتحرق ليناش من الفوق. حتى كنقرب نزولها كتبقى واحد 10 دقائق، عاد كنزول عليها ورق الطهي من الفوق كتحمر باش كنخليها كتحمر من الفوق. بعد ما زولناها غادي نزول ليها دوك عود السنان، كنزولهم. وغادي نزينوها من الفوق بديك الصوص اللي صوبنا. يعني هي راه كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه، ما غاديش تشبعوا منها. الا ان التزيين يعني لا قد الحال، يعني حطيتها عادي. صافي كنزينها غير بالصوص وبالشعريه اللي صاوبنا. فكيف كتلاحظوا يعني حطيت عادي، حطيت الصوص وحطيت الشعريه للجوانب، وكنزيدو في الوسط الصوص، وكنقدموها. وكنزيدو من الفوق فلفله حمراء اللي شويتها في الفران، كندهنوها بالزيت. الفلفله كندهنوها بالزيت وكندخلوها الفران، كتجي بحال اللي حمرناها في الزيت. وهي الحوته ديالنا واجده، راه كتجي رائعه بزاف، كتجي بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتقدروا تستعملوا كيف قلت لكم اي نوع من الحوت. انا عملت هنايا كوربينا، ما عرفتش كيفاش كتقولوا لها، حنا هذه اسمي لي باش كنسميوها. اذا البنات، الى عجب لكم فيديو نتمنى انكم تبارطاجيوه مع صحاباتكم، تخليو لي التعليقات نعرف ارائكم. واللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك. والى الوصفه المقبله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.